حد يصدق ان دي ملوخية تخزين؟ صدقوني الملوخية دي انا لسه مطلعاها من الفريزر دلوقتي وعاملاها. بتخزنيها بتقعد معاكي من السنة للسنة وبتفضل محتفظة بخضرها زي ما انتوا شايفين كده، هو كأنك لسه جايباها دلوقتي حالا وعاملاها، من غير ما اخرطها ومن غير ما احطها في الفريزر سليمة وبعد كده اطلعها واعملها. لا، النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا، اتمنى ان هي تعجبكم. خليكم معايا واحدة واحدة. اول حاجة انا بجيب الملوخية الكمية اللي انا حباها ايا كانت الكمية، وتغسليها كويس وتقرطفيها. بتقرطفيها ازاي؟ ما بتشيليش الورقة كده هو بحالها، لا بتشيليها بحتة من العنقود كده هو زي ما انا عاملة. لو خدتوا بالكم من الملوخية انا مقرطفاها، بصوا بتقرطفيها كده هو، تشيلي حتة من العنقود زي ما انا شايلة كده هو، ما بتقطفيش الورقة بس. تمام كده هو. يبقى انت اول حاجة جبتي الملوخية وقرطفتيها كده هو وغسلتيها غسلة كويسة ايا كانت بقى الكمية. خليكم معايا واحدة واحدة. اول حاجة انا بجيب حلة واحطها على البوتاجاز فيها مية. اول لما بتبدأ تغلي بجيب حلة تانية واحط فيها مية ساقعة. ركزوا كويس في الحتة دي، بجيب مية ساقعة وعليها مكعبات تلج. اول لما المية تغلي كده هو بحط عصرة ليمونة، انا بس الكاميرا ما جابتهاش، وببدأ انزل بالملوخية بتاعتي. ركزوا بقى كويس جدا عشان المرحلة ديك يا هتخلي الملوخية تبوظ منك يا هتخليها تنجح منك. المية ما بتبقاش بتغلي قوي. تمام. تاني حاجة بره احط الملوخية كده هو زي الورق العنب، كأنك بتديله صدمة. مش ان انا احط الملوخية لغاية ما تتهري، لا، تبقى ورقتها ماسكة نفسها كده، عشان لو ورقة الملوخية اتهرت مني في المية المغلية هاجي احطها في الخلاط هتبقى عاملة زي العصير. ماشي؟ عشان لو فشلت منك ما تجيش تقولي ان الطريقة غلط. اتبعي الخطوات اللي انا بعملها وهتنجح معاكي 100%. انا بديها صدمة زي ما قلت لكم كده هوك وبطلعها ورقتها سليمة وماسكة نفسها. هوريكوا الدور التاني هوك حطيتهم انا على كميتين اهي. هحطها واقلبها كويس جدا يا دوب ما تكملش دقيقتين واروح حطاها في الميه الساقعه. لازم انزل بيها على ميه ساقعه، ما قلتش ايه ده لا ده ميه الحنفيه بارده واحطها بميه الحنفيه، لا، ابقى حاطه ازازتين كبار كده هوك في الفريزر كده هوك يجمدوا، وبعد كده احطهم وابدا اعمل الملوخيه بتاعتي. بصوا ورقتها، انا يعني ايه بقرب الكاميرا عشان اوريكم اني انا بطلعها مش مهريه. بصوا تاخد صدمه تدبل بس، واروح مطلعاها حطاها في الميه السقعانه. تمام كده هو. كده انا خلصت تاني مرحلة. يعني اول مرحلة سلقناها، بعد كده نزلنا بيها على المية الساقعة على طول. بعد كده بقى هنبدأ نصفيها كده زي ما انتوا شايفين في صينية كده هوك او في حلة، وببدأ اصفيها. ركزوا بقى معايا في المرحلة اللي بعد كده عشان دي اهم خطوة، يا هتخلي الملوخية بتاعتك ناجحة يا هتخلي الملوخية تبوظ منك. ماشي؟ بعد كده بقى هجيب الخلاط بتاعي وابدأ احط فيه كمية من الملوخية كده هوك، وبحط عليهم كوباية مية سقعانة. اهم حاجة المية تبقى سقعانة زي ما قلت لكم، ما تحطيش مية من الحنفية. وبضربهم في الخلاط كويس جدا. اهو بصوا، لو خدت بالكم مهما تضربيها في الخلاط هتطلع لكم مش زي العصير، هتطلع لكم الورقة بتاعتها يعني باينة كده هو الورقة كأنك عاملاها بالمخرطة بالظبط. عشان كده انا قلت لكم ما تهروهاش في الميه المغليه. لو هريتوها بقى اول لما تحطيها في الخلاط هتبص تلاقيها بقت عامله زي العصير، كانك عملتي عصير وحطيتيه. لكن ان انت تديها صدمه كده وك في الميه المغليه وتروحي شايلاها ديك، لما تيجي تفرميها في الخلاط بتبقى كانك مخرطوها، وبتفرميها في الخلاط مش في الكبه، لان الكبه مش هتديكي نفس النتيجه. بتعملي الكميه بتاعتك بنفس الطريقه اهو. طبعا دي بتبقى معاكي الملوخية مركزة. لما بتيجي تحطيها في الكيس بتحطي ايه مغرفتين 3 كده هو في قلب الكيس، على حسب ايه لما بتيجي تعملي الوجبة بتعمليها قد ايه، لان دي مركزة. انت بقى بعد كده بتجهزي الشوربة وبتعمليها عادي. خليكم معايا واحدة واحدة وانا هوريكم برضو طريقتها بعد ما بتجمد في الفريزر ازاي بنعملها. بصوا بسم الله ما شاء الله، لما بتتفرم بتطلع معاكم بصوا عامله ازاي، ما بتبقاش عصير خالص. بصوا انا هكمل بقى بقيه الكميه عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. دي كده بعد الكميه بتاعتي ما خلصت كلها
بصوا بسم الله ما شاء الله مركزة خالص. بجيب بقى الاكياس بتاعتي واحط على قد ايه الوجبة بتاعتي اللي انا هعملها. بصوا خضرها. الليمونة اللي انا حطيتها في المية دي بتحتفظ بخضرها. وانا مقربة الكاميرا من الملوخية، بصوا عشان اوريكم ان هي كأنك مخرطاها بالمخرطة، مش ان هي طالعة معاكي عصير. واكيد انتم ملاحظين في الفيديو. هكيسها بقى ايا كان الوجبة اللي انت بتعمليها على حسب الوجبات. هتحطي في كل وجبة قد ايه وتكيسيها وتحطيها في الفريزر. الكمية ديك عملت لي حوالي 6 وجبات حلوين، يعني هوريكم في الاخر حجم الوجبة عملت لي قد ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، صدقوني مش هتندموا، هتفضل محتفظة بلونها وبطعمها ومفيش اي حاجة فيها تتغير، وصدقوني احلى من بتاعة الشركات مليون الف مرة، وهتقعد معاكي من السنة للسنة. بصوا بسم الله ما شاء الله حلوة جدا. انا هوريكم بقى كيس بقى كان في الفريزر، ده من اللي هو متخزن في الفريزر. بصوا اول حاجة بقى عشان النتيجة تطلع معاكي مضمونة 100%، ركزوا معايا في الحتة دي. انا اول لما بطلعه من الفريزر تكون الشوربة بتاعتي بتغلي، ما طلعهوش واسيبه في الفريزر. لو طلعتيه وسبتيها تبص تلاقي لونها اسود، ترميها على طول ما تعمليهاش. لو بص تطلعيها من الفريزر كده اهو، تفكي الكيس وتروح حطها في قلب الشوربة، ما تستنيش عليها. انا طلعتها يا دوب بس ايه بليت الكيس كده هو جبله تحت الحنفيه، ورحت مفككه الكيس والشوربه كانت سخنه، اروح حاطه الكيس على طول. تمام كده هوك. واسيبها على البوتاجاز. النار ما تبقاش عاليه قوي ولا واطيه قوي، نار متوسطه، كانك بتعمليها عادي، يعني كانك لسه جايباها دلوقتي وبتعمليها. اهو انت هتلاقيها بتتفكك بكل سهوله. اول لما تتفكك كده وتبقى طريه، بصوا بالمعلقه انا بوريكم ان هي ايه مورقه، مش اللي هي عصير. لاني انا بصراحة اول لما كنت بعملها خالص زمان كانت الورقة الملوخية بتتهري مني، فلما كنت اعملها في الخلاط ابص الاقيها بقت عصير، فما بتبقاش عاملة زي الملوخية، بتبقى عصير كده اهو، فكنت بضطر ان انا ارميها. فعشان كده انا بقول لكم ايه الحاجة اللي نجحت معايا وايه الحاجة اللي ما نجحتش معايا، فركزوا معايا في الحتة دي كويس جدا. دي كده بعد ما اتفكت بقى خالص كده هو، بكون مجهزة بقى الطشة بتاعتي، معلقة سمنة بلدي كده هو، مع كام فص توم، مع معلقة كزبرة. دي على البوتاجاز على عين، والطشه بتاعتها على العين التانية. اهو ببدأ انزل بالثوم بتاعي، والملوخيه بتغلي جنبي، بتغلي عادي، والملوخيه بقلب فيها، لان بيبقى فيه لسه ايه قطعه ايه اهي، لو خدت واخدين بالكم هتبصوا ايه لسه ما فكتش. بفضل اقلب فيها لما تتقلب كويس جدا والطشه اتعملت، بروح ايه نازله بالطشه على الملوخيه. بس كده بعد كده بقى بتاخدي احلى والذ واطعم طبق ملوخيه حلو قوي. ما بتلاقيش الملوخيه زي ما بيقولوا ايه ساقطه في القعر كده، هو قعر الطبق ولا حاجه، بتلاقي الملوخيه فيها عرق حلو قوي، واكيد انتم ملاحظين دوت في الفيديو. مع لون الملوخيه بتبقى خضره وطعمها تحفه، كانك لسه جايباها فريش النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم.